فيلمنا بيبدأ يا زميلي قبل 10 سنين من وقتنا الحالي. واحد واقف وسط خزنة دولارات وبيرغي مع ابنه كوكو وبيقول له الفلوس دي بتاعتك يا كوكو، وريني بقى تحافظ عليها ازاي. يا عم الناس انت ناولني بس باكوين اخضر وانا هزلزل الزلازل بيهم. وبنروح للبرازيل يا زميلي وبنلاقي 3 عربيات بتقتحم المبنى وبيضربوا عليهم نار بيو 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 ومش بتأثر فيهم، ومعاهم عربية كبيرة يا زميلي بتدخل في الحيطة طراخ فتخرمها، والعربيتين الصغيرتين بيربطوا الخزنة فيهم وبيسحبوهم وبيجروا بيها وبيدغدغوا الدنيا في سكتهم. وراجل صاحب الفلوس هو وابنه بيجروا وراهم. اول ما بيوصلوا للكوبري بيعملوا على العربيتين الكماشه، عربيه منهم بتسيب الخزنه وتخلع بجلدها، والتاني شبحنا النهارده اسمه دوم بيعمل فيها شبح وبيلف لهم ويوريهم العين الحمر وبيفرم اي حد في سكته يا زميلي. والواد كوكو بيضرب عليه نار بيو بيو بيو، لكن الحاج دوم يا زميلي مش فارقه معاه حاجه وبيكمل وبيخمس كده بالخزنه وبيدمر عربيه الواد كوكو وابوه. وبنرجع يا زميلي الوقت الحالي وبنلاقي الحاج دوم بيعلم ابن الواد ادم السواقه، وماله ابن الواد زعوام يا اخوي. وعيله دوم بيتلموا على الغدا والحاجه الكبيره امه بترغي معاهم بتقول لهم يا عيال انتوا مالكوش غير بعض في الدنيا، بيحايلوها كده بكلمتين عشان جعانين والاكل برد. ورومان صاحب الحاج دوم بيقول لهم من عندنا مهمه بكره في روما ولازم نصحى بدري. فجاه زميلي بالليل بيخبط على الباب واحده شكلها مضروبه جدا واتبهدله، اتاري كان بينها وبين دوم طار قديم وحوار كده كبير. الولايه دي اسمها لولو. دوم بيقول لها اديني سبب واحد يا لولو يخليني ما اموتكيش دلوقتي. تقول له الواد كوكو لها ماله يا ست الكل. تقول له دخل عليا المكتب النهارده وقال الكمبيوتر ده يلزمني عشان عليه حاجات كتيره وانا عايز اقتل الحاج دوم، وما رايك انا خاطف اسر الرجاله بتاعتك، يا تبقي معايا يا اما مش هسمع عليك. لكن على مين؟ البت لولو بتقول لرجالتها خلصوا عليه ومش بيسمعوا كلامها وبيضربوها طاخ طيخ طوخ. لكن البت لولو دي ما تطلعش سهله وبتقدر تهرب منهم. توصل الحاج دوم عشان تقول له اللي حصل اصيله يا بت، والشرطه بتيجي تاني يوم الصبح وبتقبض عليها. والحاج ابو ادم بيقول للظابط خلي بالك من فريق اللي معاك في روما. الظابط بيقول له يا عم انت عبيط، رجالتي بتفسح على الساحل دلوقتي، مفيش حد دلوقتي في مهام. فالحاج ابو ادم يا زميلي بيفهم انه كمين وبيحاول يتواصل مع رجالته لكن الشبكه مش شغاله، فبيقرروا انهم يروحوا روما للفريق. وبنروح روما للفريق الحاج ابو ادم وان مهمتهم يخطف عربيه نقل، والحاج ابو ادم مش عارف يتواصل مع الفريق تقريبا كده مش شاحنين تليفوناتهم، والرجاله بتنجح انهم يخطفوا العربيه النقل. واول ما بيدخلوها يا زميلي جواها العربيه بتقفل عليهم، بيلاقوا جواها قنبله كبيره جدا جدا وبيفهموا ان المهمه دي كمين. ولاد كوكو بيتحكم في النقل من بعيد وبيفكر شويه عربيات جنبيها كده بوم. فالحاج ادم واخد عربيته ومراته على الموتوسيكل وفرر على مكان التفجير يا زميلي. والحاج ابو ادم هو ومراته بيحاولوا يوقفوا العربيه النقل لكن بيفشلوا طبعا. فالحاج ابو ادم بيعمل تركايه حلوه، بيضرب واير في الحته على الحته اليمين والحته الشمال حته كده زي باتمان عشان يقلب العربيه، وبينجح انه يقلب العربيه. لكن العربيه بيطلع جواها كوره عملاقه جواها القنبله والكوره بتتكحرت بره العربيه، ورجاله الحاج ابو ادم بتنجح انها تهرب من الحكومه. الحاج ابو ادم بيقول للرجاله ما حدش دعوه بالقنبله دي، الكوره دي بتاعتي والملعب بتاعي وانا اللي اوقفه. والواد كوكو بيعمل معاهم الدنيئه وبينشر صور الحاج ابو ادم وفريقه كلهم وبيقول ان هو سبب الانفجارات دي كلها. بياخد الموتوسيكل بتاعه وبيتمشى كده في البلد. الكوره بتمشي يا صاحبي بسرعه رهيبه جدا وبتخبط في العربيات والناس وبتدخل في البنزيمه اللي في سكتها وتفجرها بوم وتطلع الكوره منها سليمه. سبحان الله. الواد كوكو بياخد الموتوسيكل وبيمسي على الظابط اللي مع ابو ادم ويفجر له عربيته. للاسف الظابط بيطلع حي، والحاج ابو ادم عايز ينقذ الناس كلها لكن الشرطه وراه وعايز تقبض عليه وبينجح انهم يقبضوا على مراته. لكن ابو ادم ثابت على مبدا. الواد كوكو بيقول له في التليفون انا هفعل قنبله وورينا تنقذ الناس دي ازاي. والحاج ابو ادم بيبقى قدامه ونش كبير على الكوبري فاضربه بالعربيه ده بدبل كيك خلي راس الونش تلف في اتجاه الكوره وبيخبطها وتقع في الميه. وفجاه اول ما القنبله تنزل تحت الميه بتنفجر بوم ويتعمل انفجار كبير جدا جدا. وبكده يكون الحاج ابو ادم انقذ روما من الدمار. وبيظهر معانا يا صاحبي دلوقتي الواد جون وده يبقى رئيس المنظمه اللي شغال فيها الحاج ابو ادم، والبنت مريم اللي شغاله معاهم. وبنعرف يا زميلي ان جون مش طايق الحاج ابو ادم ومخنوق منه وبيطلب من المنظمه انه يقبض على الحاج هو وفريقه. لكن مريم بتعارض القرار ده، وابو ادم بيقابل واحده عجوزه كده بتقول له ما تحاولش تتواصل مع حد من الفريق بتاعك علشان هيعرفوا مكانك، وبتساعده وتهربوا. وجون يا زميلي بياخد رجالته وبيطير على روما، لكن بيكتشف ان مريم اللي معاه سرقت منه جهاز صغير كده بيقدر يحدد مكان اي حد في اي حته في العالم. وبنرجع للواد ادم وفي فريق مسلح عايز يخطفه، وبيظهر معانا دلوقتي يا زميلي عم الدنيا جون سينا اخو الحاج ابو ادم واسمه يعقوب. يعقوب اول ما بيشوف العيال عايزه تخطف ادم بيضربهم طاخ طيخ طوخ وبيوقعهم كلهم. بياخد ادم في عربيته وبيمشي. بنت مريم بتنجح انها توصل للحاج ابو ادم تقول له خلي بالك من الراجل عمالك الكمين، خلي بالك ده مش سهل، انا هساعدك وهرب لك مراتك من الحبس يا عم. بيقول لها اتفقنا. بيظهر معانا تاني فريق الحاج ابو ادم اللي بينجح انهم يهربوا ويوصلوا في الكونتينر للندن. البنت مريم بتظهر وهي في سجن مرات الحاج ابو ادم وبتحكي معاها في المحكي وبتديها ميداليه جوزها عشان تديها الامان كمان، وبتقول لها انها تساعدها تهرب وتغزها كده في كتفها وبتمثل على الحراس تمثيليه عشان يوديها العياده. والخطه بتنجح يا صاحبي. ونشوف الحاج ابو ادم وهو في البرازيل وبيقابل الواد كوكو، وكوكو بيقول له انه عايز يتسابق معاه مقابل مليون اخضر يا كده يهموت الناس دي كلها. الحاج ابو ادم بيوافق طبعا على السبق وبيشترك هو وكوكو واثنين اصحابه. لكن الواد كوكو يا معلم بيعمل ايه؟ بيلزق قنبله في كل عربيه وبيفجر واحده بوم ولسه هيفجر الثانيه، لكن الحاج ابو ادم بينقذها. نرجع صاحب الواد ادم وعمه وبنلاقي ان عمه بيقدر
وبيقدر يزور باسبوراتهم كده عشان يركبوا الطياره. وفريق الحاج ابو ادم بيكتشف ان فلوسهم كلها اتسرقت من حساباتهم، محتاجين فلوس دلوقتي عشان يعرفوا يحلوا الحوارات دي. ورومان بيقول لهم انه مدكن قرش ابيض اليوم الاسود ويقدروا يعملوا بيه اللي هم عايزينه. وادم يا صاحبي هو وعمه يعقوب بيغيروا هدومهم كده وبيدخلوا المطار ومعاهم شنطه كبيره. وفريق جون بيقدر يعرف ان ادم ركب الطياره مع عمه. وفريق الحاج ابو ادم بيروح سايبر كده في لندن. لا مش هيلعبوا على الحجز يا صاحبي، راحوا علشان يشتروا كمبيوترات واسلحه. الواد صاحب السايبر بيبلغ عليهم الحكومه، لكن هم بيخلعوا من المكان قبل ما حد يجي. وفي واحد منهم قال لهم انا ليا واحد صاحبي هنا، تعال نستخبى عنده. وبنرجع لمرات الحاج ابو ادم وهي في العياده مع البت لولو عدوه ابو ادم. فاكرها يا صاحبي؟ بت لولو اتاريها ملعونه في الكمبيوتر، بتقدر تلعب كده بايدها، بتحول غاز التخدير من جهازهم لجهاز الناس اللي قاعده بره، فبيفكوا نفسهم ولسه يطلعوا لفوق. لكن البت مرات الحاج ابو ادم بتبقى متغاظه منها، فتشدها من شعرها وتديها بنيه في وشها كده، وتبقى خناقه حريم لرب السما. نرجع الحاج ابو ادم بنلاقيه قاعد عند اخت مراته المتوفيه وبيدور كده في شويه ورق مطربين، بيلاقوا ملف الواد كوكو، وبنعرف ان ليه وكر يا زميلي في مركز شرطه قديم. والحاج ابو ادم بيقرر يروح له برجله. والواد ادم هو وعمه يا صاحبي بيركبوا الطياره ونلاقيهم طالبين 3 ازايز كحول من العتيق النظيف. ويعقوب بياخد ادم وبيرجع لورا الطياره وبيمشي وراه 3 رجاله عايزين يموتوهم، لكن يعقوب بيعمل معاهم الجلاشه وبينزل هو وادم مخزن الطياره تحت. وبنلاقي ان الشنطه الكبيره دي يا صاحبي اللي معاه عباره عن طياره صغيره بيجمعها كده زي اللعبه، وبياخد ازاز الكحول اللي معاه علشان يستخدمها بدل البنزين. وبينزل من الطياره الصغنطاطه دي هو وادم من الطياره الكبيره وبيطيروا لتحت. بنرجع لرجاله الحاج ابو ادم اللي بيوصلوا لواحد تبعهم، لكن الواد ابو شعره طويل هو بس اللي بيدخل، وبيضربوا بعض بواني بقى طخ 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 ليوم الدين. وفجاه عربيه فيها ناس اشرار بتدخل المكان، وفريق الحاج ابو ادم بيعلم عليهم. والحاج بيقدر يوصل لمكان الواد كوكو وبيلاقي شويه صور لكل العيله، لكن مش بيلاقي كوكو نفسه. وبيعرف ان كل العيله والفريق مستهدفين من الواد كوكو. فجاه الواد جون بيخش وبيقبض على الحاج ابو ادم وبياخده ويمشي. وفريق الحاج ابو ادم بيلاقي ان كل فلوسهم اخدها الواد كوكو واشترى بيها جيش علشان يقتلهم، فيلموا بعض والسلاح اللي حيلتهم وبيمشوا. والحاج ابو ادم هو الواد جون العربيه بتتقلب بيهم على الكوبري، وسبحان الله على غير العاده بيطلعوا سالمين. وبنلاقي الواد كوكو هو ورجالته بيضربوا عليهم نار بيو بيو بيو، وجون بيدي الحاج ابو ادم سلاح وبيرد على كوكو زيو زيو زيو، وبقدره قادر يا مؤمن بيموت كل الرجاله، حتى الواد اللي فوق العربيه اللي معاه المتعدد بيموت. ده مش الحاج ابو ادم، ده الحاج سوبرمان يا جدعان. لكن كوكو بيطلع ناصح وخاطف البت اخت المرحومه وبيهدد الحاج ابو ادم. الحاج بيقول له يا تسيب البت ما تعفرتش، ما تدخلش الحريم في الموضوع. بنت مريم فجاه بتظهر وتهدد كوكو بالسلاح، وكوكو بيسيب الولايه اللي معاه وبتروح للحاج ابو ادم. لكن الحاج بيقع فيه بقى بواني وشلاليت طخ طيخ طوخ اللي وخلي وشه يورم، بيوقع له صف اسنانه حرفيا. فجاه بتظهر طياره جواها قناص تبع الواد كوكو تضرب مريم زيو، الواد جون زيو، ولسه هيضرب المره الثالثه كمان، لكن الحاج ابو ادم بينقذها منه. وكوكو المره دي بيهرب منهم مع الطياره، وكمان بياخد جهاز من بنت مريم اللي بيقدر يحدد بيه مكان اي حد في اي حته. وبنلاقي مريم اخدت الطلقه في كتفها وبتاخدها البنت اللي معاهم وتروح بيها المستشفى عشان تنقذها. والواد جون بيبقى لابس درع واقي، بيقول له الحاج ابو ادم هيساعده انه ينقذ ابنه، ولا بتاثر في اي حاجه. بنرجع للفريق بتاع الحاج ونلاقي الرجاله راكبين طياره ورايحين للحاج. نرجع لواد ادم وعمه اللي بيكتشفوا ان في جيش جاي عليهم، فيعقوب بيطلع بالعربيه اللي مخترعها جديد. والواد كوكو بيقول للجيش ما تموتوش ادم وعكوا يعقوب، اعملوا اللي انتوا عايزينه فيها رجاله. نلاقي جيش من العربيات الشريره عايزه الواد ادم. يعقوب يبقى عامل مدفع كده جوه العربيه وبيضرب بيها شويه عربيات ويفجرهم بوم. وفجاه الحاج ابو ادم بينزل عليهم بالعربيه من الطياره يا زميلي، وما تسالنيش ازاي، بيكسر بقى في العربيات يمين في شمال يمين في شمال. والواد ادم هو يعقوب عمه مدفع العربيه بيعطل منهم، والواد ادم قلبه ميت زي ابوه بيطلع كده يخبط على المدفع. الواد كوكو بيخطفه من العربيه وبيلاقحه جنبه بيقول له هديك حلويات حلوه. وبنلاقي العيال تبع كوكو عاملين الكماشه على الحاج ابو ادم. وقتها الواد يعقوب بيطلع جدع وبيقرر يضحي بنفسه وبيموت نفسه وبيقلب العربيه وبيطير بيها ويدمرهم بوم. وفي طيارتين كده بيظهروا بيربطوا عربيه الحاج ابو ادم عن طريق الواير، طياره يمين وطياره شمال. والحاج ابو ادم بيشغل انبوبه الغاز اللي في العربيه وبقدره قادر بيسحب الطيارتين ويخبطهم في بعض ويتفجروا بوم. مش بس كده، كمان في طياره منهم بيرميها على الواد كوكو فبتخبط العربيه من ورا وبيخمس كده بالعربيه بتاعته. والواد ادم بيرمي نفسه على ابوه، والحاج ابو ادم هوب دبل كيك بيمسك الواد ادم من الهواء وبيدخله جوه العربيه وبينقذه. وفجاه يا صاحبي الحاج ابو ادم هو وابنه بيلاقي نفسهم واقفين فوق السد العالي، في عربيه نقل جايه على اليمين وعربيه ثانيه جايه على الشمال ومليانين مواد متفجره. والواد كوكو بيتحكم فيهم من بعيد من فوق ويقول للحاج ابو ادم انا عندي ليك مفاجاه جميله، الفريق بتاعك اهو معدي بالطياره بص، وبوم بيضربهم بصاروخ حاير طاير. مين بقى اللي ضرب الصاروخ؟ الواد جون بيخون الحاج ابو ادم وبينضم لصفوف الواد كوكو، عيل مش سالك. وكوكو بيحرك العربيات ضد الحاج ابو ادم، لكن على مين؟ الحاج بيدوس بنزين وبيطير من على السد العالي وبيحصل انفجار كبير جدا، لكن الحاج ابو ادم بيقدر ينقذ نفسه هو وابنه. والواد كوكو بيقول انا زهقت من اللعب دوت وجالك الموت يا تارك الثرى. الطريق ايه بقى يا معلم؟ زرع متفجرات في كل السد ولسه هيدوس على الزرار، ونفاجئ زميلي ان مرات الحاج والبنت اللي معاها نجحوا في ان يخرجوا من السجن، وفي غواصه بره كمان مستنياهم. وبكده نكون وصلنا لنهايه من غير ما نعرف ايه اللي هيحصل للحاج ابو ادم وابنه ومراته. نتقابل تاني في الجزء القادم.
القادم. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير، لو ما عجبكش برضه دوس. سلام.